بربع كيلو لحمة بس هنعمل أحلى وأطعم برجر بيتي بطريقة سهلة وبسيطة، وهيطلع معانا قطع كتير، هيعمل معانا 8 قطع برجر. يلا نبدأ. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم ونقول المكونات. هنحضر ربع كيلو لحمة مفرومة وبصلتين مفرومين وكيس خلطة البرجر دي بتبقى جاهزة، ومعلقة فلفل اسود كبيرة ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة بهارات لحمة كبيرة. هنحضر الطبق ونحط المكونات اللي قلنا عليها، اللحمة وعليها البصل وعليها خلطة البرجر. هنحط الكيس كله، واخر حاجة هنحطها الملح والفلفل الاسود والبهارات اللحم، ونقلب المكونات كلها كده مع بعض بالشكل ده. هنعجنها كويس جدا بايدينا بالشكل دوت عشان المكونات تدخل في بعضها. لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهم حاجه نعجنها كويس عشان لما نيجي نسويها ما تفكش مننا. هنعجنها بايدينا وممكن نحطها في الكبه لحد ما تبقى بالشكل ده متماسكه كده في بعضها. هنشكل اللحمة قطع البرجر مدورة. هنحضر صينية وندهنها زيت عشان ما يلزقش في بعضه بالشكل دوت. وهنحضر طبق صغير هنحط عليه ورقة ستريتش كده بالشكل ده صغيرة عشان خاطر ما يلزقش في الطبق، او ممكن ورقة زبدة او ممكن كيسة عادية نقصها ونحطها كده في الطبق بالشكل ده. وهناخده قطعة من اللحمة ونعملها بالشكل دوت بايدينا ونضغط عليها جامد عشان ما تفكش مننا بالشكل ده. نضغط عليها بايدينا وهنقفل عليها بالاسترتش كده بالشكل ده ونضغط جامد. واخر حاجة هنرصها في الصينية وهيطلع معانا بجد طعمه تحفة. وهنرصهم هنعمل الكمية كلها بالشكل دوت. ولو عندكم القالب بتاع البرجر ممكن نعمله فيه. هناخده قطعة تاني بالشكل دوت وهنعمل الأحجام كلها متساوية بنفس الحجم. لو حابين تضاعفوا الكمية ممكن تضربوها في 2 وتزودوا، وممكن تجربوا في كمية صغيرة وتشوفوا بجد الفرق ما بين الجاهز اللي بنجيبوه من بره وما بين اللي بنعمله في البيت. هنعمل الكمية كلها بالشكل دوت. والربع كيلو عمل معانا، بصوا كام عمل معانا 8 قطع. هتجربوه هتحسوا بجد بالفرق. بعد ما نخلص الكمية كلها نحطها في الفريزر لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، وممكن نشيله يتفرز بالشكل دوت ونطلعه في اي وقت. هنحضر طاسة ونحط معلقة زيت وهننزل بالبرجر قطعة قطعة دقيقتين بس ويكون استوى. بصوا لما نحطه في التلاجة عمره ما هيفك مننا او ندخله الفريزر. هنحط كله بالشكل دوت. بجد وانا بعمله دلوقتي ريحته قلب البيت غير الجاهز، ميبقى فيه ريحة خالص، لكن دوت ريحته فظيعة. هتجربوه بجد هتحسوا بالطعم وبالريحة وبالفرق خالص. هتجربوه هتعملوه على طول. نقلبه بالشكل دوت. بصوا القطعة كاملة ازاي، مش هيتفك مننا خالص. هنحضر هنا هنجيب العيش العادي البلدي العادي بتاعنا، ممكن تجيبوا تعملوه برجر بس دوت بيبقى خفيف. هنحضر كده الرغيف بالشكل دوت ومعلقة كاتشب ومايونيز وخس وقطع طماطم وبصل
هنحط تاني معلقة كاتشب على المايونيز بالشكل ده، وهنقفل العيش. بجد طعمه خفيف ولذيذ. لو حابين تعملوه بالعيش الكايزر او العيش الفينو زي ما انتوا حابين، بس انا حبيت اعمله بالعيش دوت عشان بيبقى خفيف. هنعمل الكمية كلها بالشكل دوت. بصوا البرجلية الواحدة بوحدتها، ولا تفك مننا ولا اي حاجة. هنحط الخضار اللي احنا حابينه بالشكل دوت، وهنقفل العيش زي ما عملنا اول واحد. هنعمل التاني والتالت، سهلة خالص طريقته. بصوا، واخر حاجة الطاسة اللي احنا عملنا فيها البرجر هنحمص فيه العيش بالشكل دوت. بيدي بجد نكهة تحفة. هنحطه بالشكل دوت وهنقلبه بالشكل ده. ممكن تحطوا جبن، ممكن تحطوا اي حاجة انتوا حابينها تحطوها حطوها، بس هو بجد كده مش محتاج اي حاجة. يا ريت بقى تجربوه بالعيش البلدي وتقولوا لي ايه رأيكم، بتحبوه بالعيش البلدي ولا بالعيش الكايزر. يا رب الوصفة تكون على قد الايد وتكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا عندي في القناة، وابعتوا الوصفة للي بيحب الاكل البيتي، واهم حاجة الدعوة الحلوة.